ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في هذه الأكارم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنتناول موضوع المعلمون والحقوق المنسية. المعلم لا يخفى على شريف علمكم مكانته في هذه الأمة ومكانته لدى الشعوب وما يقدمه من رسالة التعليم وطريقة إيصالها لأبنائنا الطلاب والطالبات، وهو من يبذل كل وقته وجهده في سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وفي سبيل توجيههم التوجيه الصحيح وبنائهم إلى الخير دائما. هذا المعلم يحتاج منا التقدير والتبجيل، ويحتاج منا أيضا الدعاء بظهر الغيب. قل للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. هكذا كانوا يعلموننا هذه الأبيات ونحن صغارا وفي مراحل التأسيس لنقدر المعلم. في هذا الزمن المعلم أصبح ليس له مكانة، وأصبح مثل أي شخص ومثل أي بشر ممن يسيرون في هذه الأرض. كان هناك نشاط متميز حول التعليم والمعلمون في منطقة البحر الأحمر، أو بما يسمى بإقليم جنوب البحر الأحمر لهذا العام، وهو الذي حقيقة جعلنا نناقش موضوع المعلمين وأهميتهم. بإمكاننا أن نمر على بعض المعلومات لهذا الإقليم من جنوب البحر الأحمر. من المناخات هو من مناخه صحراوي، ودرجة الحرارة فيه مرتفعة جدا. عدد سكان الإقليم 98 ألف نسمة. يعتمد معظم السكان على التجارة والرعي. حول هذا الموضوع سنشاهد تقريرا ثم نبدأ الحوار مع شيخنا الدكتور حسن سلمان. نرحب به وبكم مشاهدي الأكارم إلى التقرير. تقرير عن التعليم بإقليم جنوب البحر الأحمر. يعتبر إقليم جنوب البحر الأحمر من المناخات الصحراوية ودرجات الحرارة المرتفعة والبيئة الجافة والبركانية. عدد سكان الإقليم 98 ألف نسمة، يتوزعون في 4 مديريات هي أرعتة ووسط دنكاليا وجنوب دنكاليا وعصب. يعتمد معظم السكان على التجارة والرعي وصيد الأسماك عدا عاصمة الإقليم عصب. يحتضن الإقليم 23 من رياض الأطفال، بالإضافة إلى 50 مدرسة ابتدائية و15 مدرسة متوسطة، وأيضا 4 مدارس ثانوية مع 80 من مراكز تعليم الكبار. يبلغ عدد الطلاب في التعليم النظامي من المرحلة الابتدائية والثانوية للعام الدراسي 2022 إلى 2023 11,194 طالب. أما بالنسبة لرياض الأطفال فقد بلغوا 980 طفل و2732 في تعليم الكبار.
وعلى الرغم من الظروف المعيشية للسكان إلا أنه تم افتتاح 32 مدرسة داخلية ابتدائية، لكن على الرغم من ذلك هنالك ضعف كبير في نسبة المشاركة من قبل الطلاب مقارنة بالمدارس. هنالك بعض الصعوبات التي يواجهها التعليم في الإقليم، منها تأخر إيصال المستلزمات الدراسية والمواد الغذائية بسبب مشاكل في وسائل النقل، عدم توفر مياه الشرب في المدارس مثل مدرسة معد رايتوس، تأخر الرواتب الشهرية، عدم صيانة المدارس التي تتعرض لكوارث طبيعية، تحديات نقص المعلمين بسبب مشاكل الاستقرار والالتزامات المالية. ولمعالجة بعض هذه المشاكل تم تركيب الطاقة الشمسية في بعض مدارس الثانوي، بالإضافة إلى استخدام المكتبات الرقمية وتشغيلها بالطاقة الشمسية، مع تدريب وتأهيل المعلمين والعمل على توفير حد مقبول من مرتباتهم لضمان جودة التعليم في الإقليم. شاهدنا شيخ حسن هذا التقرير المختصر حول التعليم في هذه المنطقة إقليم البحر الأحمر، والحديث هو في العموم عن أهمية التعليم في إريتريا، وكذلك ما يتعلق بالمعلمين وحقوقهم. الحقيقة يعني هذه الحلقة كان المفترض أنها تقرأ النظام القانوني في ما يتعلق بالتعليم والمعلمون. وزارة التعليم عندنا في إريتريا نظامها أساسيات حتى يكون المشاهد لديه خلفية، لكن لو نظرنا إلى تاريخ إريتريا منذ العهد مثلا الإيطالي ثم البريطاني، وكذلك تاريخ المستعمر الأثيوبي وأيضا دخوله، تجد التعليم في الحقيقة من حيث هو قوي، لكن الاهتمام به من حيث البنية التحتية والإشادة بالمعلمين وتطويرهم هو في الإطار العام ضعيف جدا. حول هذا الموضوع وما شاهدتموه، ما هو تعليقكم شيخ حسن، وما يكون واجبنا تجاه هؤلاء المعلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت، أهمية التعليم لا تحتاج حقيقة إلى كبير تعليق، لأن الأمم إنما تنهض بالتعليم وتتراجع وتتخلف بعدم التعليم أو بسيادة الجهل. وربما كثير من عالمنا الإسلام للأسف الشديد يعاني من إشكالات كبيرة جدا في الجانب التعليمي والجانب المعرفي، وأمتنا بشكل عام حتى هذه اللحظة تنقصها الكثير من العلوم والمعارف التي صارت محتكرة للأسف الشديد لدى الغرب. نعرف أن آدم عليه السلام كانت نقطة البداية معه، وعلم آدم الأسماء، فكانت نقطة التعليم هي نقطة البداية، وكان كذلك نقطة بداية الرسالة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وكان من امتنان الله تبارك وتعالى على ابن آدم أنه علمه، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وامتن كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمسألة التعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما، إذا مسألة التعليم هي رسالة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث هكذا، إنما بعث ليعلم الناس أمور دينهم. حقيقة بالنسبة للتعليم في إريتريا كما تفضلت، يعني لو مسكنا التعليم في العصور القريبة، يعني كانت أوائل المدارس التي فتحت في إريتريا كانت في العهد التركي، حيث فتحت أكثر من مدرسة تقريبا في المنخفضات الإريترية، خاصة منطقة مصوع وكرن وبعض المناطق على كل كانت تسيطر فيها الدولة التركية. ثم بعد ذلك من 1924 بدأت الحالة الإيطالية كذلك بعد سيطرتها على مدينة مصوع، أيضا فتحت أول مدرسة لها. وكانت حالة الاستعمار بشكل عام سواء الإيطالي أو البريطاني كانت تعتمد على التعليم للاحتياجات المحدودة بالنسبة لهم، يعني كمترجمين وكتبة ومراسلين وكذا، يعني كانت ما هي عملية تعليمية لتأهيل الطالب للشعب. وبالتالي ظلت على كلنا الوضع بهذا الشكل، لكن إلى حد ما كان في تطور كما تفضلت في الحالة التعليمية، خصوصا في العهد البريطاني، لأنهم اعتمدوا على اللغتين العربية والتقنية كلغات أساسية للتعليم، ثم معها اللغة
الإنجليزية كانت تدرس كلغة. الإيطاليين ركزوا على اللغة الإيطالية، وبالتالي كان تعليمهم إلى حد كبير محدود ومحصور في الإطار الوظيفي. جاءت بعد ذلك طبعا الدولة والاحتلال الأثيوبي، وهذا الاحتلال طبعا رجع بالتعليم خطوات كبيرة جدا، لأنه فرض اللغة الأمهرينية على الطلاب. وتعرف أنت الشعب يشعر بالاحتلال ثم تفرض عليه بعد ذلك لغة المحتل، لن تكون حالة التجاوب على كل كما هو مطلوب. فبالتالي كان هنالك تراجع كبير جدا في العهد الاستعمار. جاءت طبعا 1991 إلى 93 عملية استقلال الدولة الإريترية، وهنا حصل حقيقة نقاش عميق جدا وكبير له علاقة عموما بجوهر العملية التعليمية، وهو لغة التعليم. ما هي اللغة التي يجب اعتمادها؟ لأنه هذه مسألة أساسية حقيقة، سواء في بنية الدولة أو في أيضا حالة التعليم كعملية تعليمية. فحصل نقاش طويل جدا، وكان النظام بحكم تجربته في الثورة، يعني لو تلاحظ التجربتين، تجربة جبهة التحرير وتجربة الجبهة الشعبية. جبهة التحرير اعتمدت اللغة العربية والتقنية كلغات تعليم، واعتمدت معها اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. الجبهة الشعبية في تجربتها في حرب التحرير اعتمدت اللغات المحلية. فمنذ البداية الجبهة الشعبية من نهجها لم يكن يعتمد فكرة التعليم باللغتين الرسمية. لما جاءت إلى الدولة بقى في إشكال، يعني هل تنقل نفس التجربة، وهي كانت رغبتها أن تنقل نفس التجربة اللي هي التعليم بلغة الأم. لما تأتي أنت في دولة صغيرة مثل الدولة الإريترية، إمكاناتها محدودة، قدراتها محدودة، تجربتها التعليمية محدودة، ميراثها أيضا ليس كبير، يعني ميراث المؤسسات العلمية، أنت ما عندك مدارس مؤسسة، ولا عندك أيضا جامعة عريقة مثلا من الجامعات. كان الطلاب الإريتريين لما تأتي مرحلة الجامعة يذهبون إلى أديس أبابا يعني. فكانت هنالك مشكلة حقيقة فيما يتعلق بالسياسات التعليمية، وللأسف انتصر الاتجاه الذي يقول باعتماد اللغات المحلية اللي هي اعتماد لغات الأم. فأنت ستكون أمام 9 لغات يدرس بها تقريبا الناس في القرى والمدن حسب اختيار الله. فمثلا إذا جئت إلى مناطق المنخفضات ستجد لغة التجري مثلا، ولغة الكنامة، ولغة كذلك البلين والحدارة، كل على كل سيدرس بلغته. وإذا ذهبت إلى المرتفعات ستجد هنالك دراسة مثلا باللغة التجرية. هنا حصلت حقيقة إشكالية كبيرة جدا فيما يتعلق بالعملية التعليمية نتيجة هذا التفاوت في التعليم، وخصوصا اللغة ليست أداة تواصل فقط في مثل الدول الحديثة الآن، بل بالعكس هي أداة تواصل وأيضا تعبير عن الهوية بشكل أو آخر. كذلك هي أداة مشاركة في الدولة، يعني هذا الذي يدرس بلغة إذا لم تكن هذه اللغة التي يدرس بها معتمدة أيضا في الأدوات في استخدامات الدولة، بحيث والله يشعر أنه سيوظف بها، ستلاحظ ستكون هنالك إشكالة. فنقطة البداية في أزمات التعليم في إريتريا بدأت حقيقة من قضية لغة التعليم واعتماد اللغات المحلية، وبالتالي كثير من الناس عزفت عن المشاركة في العملية التعليمية، وخاصة الآباء الذين بدوا يشعرون بأنه والله الدراسة باللغات المحلية لن تفيد الأولاد شيء، لأنه ستأخذ مثلا 6-7 سنوات من الطفل، وبالتالي صاروا يحرمون أبنائهم من العملية التعليمية. ثم واجهت بعد ذلك أيضا عملية التعليم. هنا معلش أنا أريد أن أعطي نبذة فقط حول التعليم. أنا مستمتع حقيقة بهذا التاريخ حول التعليم جداً. بشكل عام. ثم دخلت بعد ذلك الأمور حقيقة السنوات الأولى بكل ما فيها من سياسات تعليم مختلفة، لكن كيف كان في إقبال كبير جدا على التعليم. يعني المدارس في الفترة الأولى كلها تكاد تكون امتلأت، أنت أمام شعب راغب في أنه يتعلم في دولته ويشارك وكذا. فكانت في البدايات على كل جهود عثمان صالح سبي أين كانت منصبة؟ دي كانت خارج إريتريا. جهود عثمان صالح سبي كانت خارج، اللي هو كل التنظيمات الإريترية تقريبا اللي كانت في خارج ساهمت في الحالة التعليمية. لكن كما تفضلت جهاز التعليم الإريتري اللي كان يشرف عليه محمود سبي عليه رحمة الله، اللي هو أخوه عثمان سبي، وكان طبعا عثمان صالح سبي صاحب أيضا الفكرة الأساسية. هذا الجهاز إلى فترة قريبة جدا كان على كل مواصل في الخارج، بالتحديد في مخيمات اللاجئين، وكان من أقوى أجهزة التعليم، لأنه كان معتمد له ميزانيات كبيرة جدا، وأساتذة معتمدين، ومناهج مطبوعة، ومدارس مؤسسة في الخارج. هذا كله تقريبا خارجي. لما جاءت الدولة بدأ أيضا الذين ورثوا جهاز التعليم، خاصة عمنا محمد عمر عليه رحمة الله، اللي هو مسك جهاز التعليم بعد
ونحيي حقيقة أولاده وأسرته من هذا المقام يعني. الأستاذ محمد عمر رأى إنه والله الآن توقفت الجهات الداعمة في الخارج، فتفاوض مع الحكومة في إنه والله كيف يمكن هذا الجهاز أن يستمر، لأنه قاعد يرعى ويغطي مساحات تعليمية واسعة للإريتريين خارج البلد، وخاصة اللاجئين الذين لم يعودوا ولا زالت مشكلاتهم تقريبا موجودة. فجهاز التعليم في الفترات الأولى ظل معتمد على ميزانياته، ثم في أواسط التسعينات على كل استلمته الدولة وبدأت تدعمه لفترة، ثم بعد ذلك توقفت عن دعمه، وتقريبا الجهاز يعني تلاشى في فترات لاحقة يعني. هنا ندخل إلى مشكلة أخرى بالإضافة إلى مشكلة اللغة. جاءت مشكلة أخرى بعد 97-98 اللي هي مشكلة ربط التعليم بالتجنيد العسكري والذهاب إلى ساوة. يعني أنت الطفل يدرس إلى المرحلة 11، لما يأتي الصف 12 لن يجد تقريبا فرصة للامتحان للجامعة والجلوس للشهادة الثانوية إلا إذا دخل إلى معسكر ساوة. هنا أنت إذن نقلت تقريبا التعليم من التعليم كحالة مدنية إلى عسكرة، ما يمكن أن نسميه بعسكرة التعليم، اللي هو كل الطلاب يجب أن يذهبوا إلى معسكر ساوة فينالوا التدريب من جهة وينالوا امتحان الشهادة الثانوية من جهة أخرى. معظم الدول على كلنا التي دخلت في تجربة الخدمة الوطنية وكذا غالبا ما يكون بعد اكتمال المرحلة مرحلة الثانوية، يبدأ بعد ذلك الطلاب أنت تربط ممكن عملية دخول الجامعات أو التوظيف داخل أجهزة الدولة تربطه بالخدمة الوطنية. إريتريا طريقتها مختلفة، اللي هو فترة المرحلة الثانوية نفسها الصف 12 هو فصل للتدريب وفصل للشهادة. هنا طبعا في ملاحظة مهمة جدا، وهو أن كثير من الطلاب الذين لا يرغبون في الدخول إلى معسكر ساوة سيتخلفون. فأنت لو افترضنا أن عندك مثلا 100,000 طالب، ستلاحظ بأن 100,000 لن يذهبوا جميعا إلى معسكر ساوة، وبالتالي سيكون هنالك فاقد تربوي إن صح التعبير، يعني هنالك مجموعات سيفقدون عملية إكمال التعليم. هنالك أيضا أثر كبير جدا للبنات على وجه التحديد، خاصة الآباء والأمهات الذين يحرصون على عدم إرسال بناتهم إلى معسكر ساوة خوفا عليهم، التزاما بدينهم، في أنهم والله أنت لا تعرف هذه المعسكرات بطبيعة الحال في النهاية معسكرات مختلطة وفيها إشكالات كبيرة جدا. فكثير من البنات أيضا سيحرمن من عملية التعليم، وبالتالي أيضا ستكون في انعكاسات اجتماعية، بالإضافة إلى انعكاس التعليم في أن البنت لا تكمل مرحلة الثانوية، ستبدأ أيضا في التعجيل بالزواج بالنسبة لها، وحتى أحيانا بعض الزيجات قد تكون زيجات مكلفة في أنه البنت المهم تنجو من قضية الخدمة الوطنية، لأنه أول ما تتزوج خلاص تعفى البنت من مسألتها. فهنا على كل لاحظ أنت أمام إشكالات على كل كبيرة وكبيرة جدا فيما يتعلق بالجانب التعليم. ثم أيضا دخول الدولة الإريترية في حرب 98-2000 أدى إلى أن مسألة الحرب والتجيش للحرب أخذت قطاع كبير جدا من إمكانات الدولة لمسألة التسليح والتجيش والتدريب. فأنت في مثل هذا الوضع الذي تكون فيه الدولة أمام خطر وجودي، أمام إنه والله مهددة من جيرانها، وهذه الفترة استمرت شيخنا من 1998 إلى 2018، يعني أنت 20 سنة تقريبا في حالة حالة احتشاد، وإنه والله تظل رافع دائما شعار إنه والله الدولة في خطر. هنا لن تكون هنالك اهتمام بالتعليم ولا بالبنية التحتية ولا بأي شيء. أحسنت، لأنه عملية التعليم شيخنا كما لا يخفى عليك أركانها 4 لا بد أن تلم بها حتى تقول والله العملية التعليم. ما هي هذه الأركان؟ اللي هي الركن الأول الطالب اللي هو المتعلم. نعم. الركن الثاني هو المعلم نفسه وما يشترط فيه من كفاءة وهو حديثنا اليوم. نعم. الركن الثالث هو مسألة المحتوى اللي هو المنهج. نعم. الركن الرابع هو البيئة. عندما تتكلم أنت عن دولة مجيشة كل قدراتها المالية وإمكاناتها تقريبا لمسألة الحرب، هنا ستلاحظ ال4 أشياء هذه كلها ستتأثر. الطالب سيتأثر بحكم الخدمة الوطنية، المعلم سيتأثر بحكم أيضا هذا الجانب الذي يدخل أيضا عمليات التجيش. أنت تعرف من عمر 18 إلى 60 تقريبا إذا جاءت حالة استنفار. هل عندك فكرة عن رواتب المعلمين وأوضاعهم وهو موضوعنا اليوم؟ والله أنا خلفية بالنسبة للرواتب ما عندي، لأنه أصلا فكرة الرواتب في الدولة الإريترية إلى الآن ليست فكرة أصيلة ومعتمدة بحيث أنت تقول والله رواتب، لأنه جزء كبير منها يعتمد على موضوع التموين وإعطاء التموين غالبا، هذا هو لكن فكرة اعتمادات رواتب رسمية مؤسسة هذا على كل قليلة جدا.
نعم قليلة جدا. حال المعلم حاليا كيف وضعه؟ المعلم حقيقة أو الجزء كبير ممن تسميهم أنت معلمين شيخ برهان هم مأخوذين من ساوى. يعني ساوى أول ما يمتحن الطلاب عندنا 30% منهم غالبا ينجحون. نسبة النجاح في ساوى حسب ما رصدت من ما تتجاوز نسبة الذين ينجحون 30%. في 30% هذه يأخذ عدد بسيط جدا للجامعات والمعاهد العليا. طبعا الجامعة انتهت في النهاية انتهت إلى الكليات، فأنت تأخذ مجموعة من 30% هذول إلى الكليات أيا كان، كلية الزراعة، كلية المعاهد العليا، على كل تأخذ هذه النسبة. ثم يؤخذ من نفس هؤلاء الناجحين 30% مجموعة لقطاع التعليم. يعني الذي لم يجد فرصة للدخول إلى المعاهد والكليات، الخطوة الثانية هؤلاء مباشرة يأخذونهم ليكونوا يكونوا معلمين، فيؤدوا الخدمة الوطنية في إطار في إطار السلك التعليمي. هنا ستلاحظ بأنه والله المعلم لن يخضع لعملية تأهيل تربوي تتناسب وطريقة طريقة تدريسه للطلاب هو، وفي نفس الوقت سيأتي وهو يشعر بأنه فترته محدودة، لن يعطي كما لو أنه سيكون والله يترقى ويذهب في السلم التعليمي بشكل مناسب. فهذه واحدة أيضا من الإشكالات حقيقة التي تواجه موضوع التعليم في أو موضوع المعلمين. يعني جزء كبير منهم ستجد أنهم عبارة عن طلاب الخدمة الوطنية الذين كلفوا بأن يذهبوا إلى هذا المجال. في آخرين طبعا سيجندون، هذه أيضا قطاع واسع سيذهب إلى التجنيد، وخاصة قد تكون عملية نسبة النجاح نفسها. أنت 70% من الذين لم يوفقوا في النجاح غالبا هؤلاء سيذهب بهم إلى الجيش ويكلفون بالأعمال على كلنا الحربية. على كل حال شيخنا شيخ حسن، يعني الأمر محزن للغاية. نعم. أن وضع المعلم بهذا المستوى يعيش على التمويل والظروف. لو تكلمنا عن الجانب المحتوى، جانب المحتوى، هل هو علماني المحتوى الآن، سواء كان مستوى مرحلة المتوسطة والثانوية والجامعة؟ أما مرحلة الأساس فهو أعتقد أنه متساوي مع بقية النظام العالمي. لكن هنا الآن المحتوى الفكر الذي يتعلمه الطالب في هذه المدارس. طبعا هو الدولة منذ بدايتها على كل فيما يتعلق بالسياسات التعليمية معتمدة سياسات التعليم العلماني، وهو عدم ربط الطلاب بأي محتوى ديني أو أي خلفيات دينية. وبالتالي ستلاحظ بأن العملية التعليمية عموما مرتبطة بالجانب التعليمي، وتبعد منها تماما ما يعرف الآن مثلا بالتربية الدينية أو التربية الإسلامية أو التربية المسيحية، باعتبارها يعني هذه على الأقل كحالة تعليمية. كثير من البلدان حتى العلمانية تحاول أن تعطي بعض القيم المتعلقة بالدين، المتعلقة أعراف المجتمع، حتى يكون هذا الطالب مؤهل عندما يذهب إلى المجتمع على الأقل لا يكون منفصلا عنه ويعتمد على ثقافته. لكن للأسف الشديد في الحالة الأريترية هذه المسألة غير موجودة. المدارس تقريبا تهتم فقط بالجوانب التطبيقية في العملية التعليمية. عموما نقدر نقول من خلال متابعتنا على كل الجانب التعليمي، بعض المدارس خاصة التي تعتمد على اللغة الإنجليزية قد يكون فيها مستويات لا بأس بها. يعني الطلاب الذين يعني في مناطق اعتمدت تقريبا اللغة الإنجليزية في مرحلة من المراحل، بالذات لما تبدأ المرحلة الثانوية، هؤلاء قد يكونوا أكثر حظا وأفضل حالا من الذين لم ينالوا هذا النوع من التعليم. يقولون التعليم في إريتريا قوي، تعليقكم؟ من هذه الزاوية التي أنا ذكرت، يمكن هي بشكل عام أنت أمام مجتمع حقيقة، مجتمع فيه جدية. يعني طبعا دي سمة تحسب للشعب الإريتري، حتى وهم يعانون في النقص التعليمي وهم يعانون في النقص الصحي. أنت ستلاحظ مثلا الآن ضمن المستوى المتاح على الأقل في جانب الصحي، ستلاحظ إريتريا تقدم خدمات صحية معقولة على الأقل في إطارها وقد تكون جزء كبير منها مجانا أيضا، كما هو الحالة التعليمية أيضا. فعلى كل إذا وجدت أنا في تقديري الحالة التعليمية اهتمام بهذه الرباعية، اهتمام بالطالب، اهتمام بالمعلم، اهتمام بالمنهج، اهتمام كذلك ببيئة التعليم، أتصور بأن الإنسان الإريتري
والمواطن الإريتري حرصه على تعليم أبنائه وحرصه كذلك على أن يكون مميزا، وهذه نلاحظها في كل البلدان التي ذهب إليها الإريتريون، ستلاحظ بأنهم فيهم التفوق وفيهم الاهتمام بالجانب التعليمي. والأسرة لا تستطيع أن تكون على الأقل تشعر أنها أدت ما عليها تجاه ابنها إلا إذا أوصلته مثلا إلى المرحلة الجامعية. وبالتالي قوة الحالة التعليمية أنا في تقديري موجودة في هذه النفسية، نفسية الإريتري، ومحاولة أن يكون حتى لما كانت الثورة الإريترية تقريبا في الجبال تلاحظ كثير من المناضلين تجد والله أجاد اللغة، تعلم اللغة، عارف شيء من الثقافة، عارف شيء من الأفكار العالمية على كل. فهذا كله يعود إلى جزء كبير منه يعود إلى طبيعة الإنسان الإريتري. طيب شيخنا الشيخ حسن، الحقيقة يعني هذه المقدمة والتاريخ تجعلنا حقيقة يعني في حزن على أوضاع إريتريا، ضعف في الجامعات، ضعف في البيئة، ضعف في البنية التحتية، ضعف أيضا حتى في تبجيل المعلم. يعني قبل يومين التقيت سبحان الله بقدر الله مع رجل أوزبكي بروفيسور في العظام، فقال لي أنا أجريت عملية جراحية لابن الرئيس أردوغان بلال، وأطلعني على بعض الصور، كان هناك الوضع صعب وأصبح ما شاء الله، فحصل على الجنسية التركية في أسبوعين. فحقيقة يعني أصابتني غيرة، أين علماء إريتريا؟ أين دكاترتهم؟ أين متخصصيهم؟ متى ستكون إريتريا لها يعني مكانة عالية في التعليم؟ هذا أوزبكي اتيحت له الفرصة في التعليم في بلاده وصار متخصصا وزار تركيا وعمل هذه العملية التي حصل بسببها الجنسية في أسبوعين. نعم، منح الجنسية في أسبوعين بقرار رئاسي. احنا وضعنا في إريتريا يا شيخ حسن، طيب في ظل هذا الواقع ما هو واجبنا نحن، خاصة الذين يعيشون في خارج إريتريا ويشاهدون الوضع في إريتريا صعب، ما هو واجبهم؟ هو على كل للأسف الشديد طبعا نحن أمام دول شيخ برهان هي تحتكر كثير مما يتعلق بحياة الإنسان ومنها عملية التعليم. التاريخ الإسلامي تقريبا تاريخ عريق فيما يتعلق بحرية التعليم، وأن يكون التعليم الدولة دورها فيه تقريبا وضع السياسات العامة وترك المجتمع يتعاطى معا. للأسف الشديد الدولة الإريتريا كغيرها من الدول التي هي تسمى الدول القابضة التي تسعى إلى أن تشكل نظاما شموليا فيما يتعلق بالتحكم بالإنسان بدءا من ميلاده وانتهاء بوفاته، فتريد حتى ما يتعلق بالعملية التعليمية أن تتحكم فيه. يعني أنا مثلا قبل أيام كنت جلست مع بعض الإخوة هم في دول مختلفين معها بل طائفيا، يعني مثلا إخواننا السنة في إيران، لكن تعجب سبحان الله في حرية التعليم التي أتيحت له فيما يتعلق بمذهبهم. لا يسألون من الطفولة إلى المرحلة الجامعية. صحيح الدولة لا تعترف بشهاداتهم لكن تارك لهم المجال بحيث والله فيما يتعلق بالتعليم الذي يليهم يمكن أن يتعلم. فأنت واحد من اثنين، إما والله الدولة تكون مسؤولة تماما بحيث والله تنظر إلى العملية التعليمية وتشرك فيها كل أصحاب المصلحة كما يقولون، بحيث والله يستشار أولياء الأمور في تعليم أبنائهم، تعليم أولادهم، كيف تريدون التعليم، تريدونه بأي لغة، لأن هذا له علاقة كبيرة جدا. الطفل في المراحل الأولى ليس له قدرة على الاختيار، ولو سألته والله تدرس ولا تلعب في الشارع يقول لك بلعب في الشارع، هذا طبيعة الطفل، ليش يتقيد وليش يكون محصور بين جدران الأربعة؟ فهنا يأتي دور أولياء الأمور. فإذا كانت الدولة دولة راشدة تسعى إلى معرفة آراء الآباء، وسبحان الله هذا أيضا مما حسب في التاريخ الإسلامي لأهل الذمة تحديدا في الدولة الإسلامية، كان يترك لهم مسألة التعليم فيما يتعلق بأولادهم إلى أن يبلغوا سن الرشد. لم يكن هنالك مشكلة في أنهم يعلمون أبنائهم بالشكل الذي يريدون، لأن هم أولياؤهم ومسؤولين عنهم، مسؤولين عن مستقبلهم فيه. الإشكال الموجود الآن في دولنا في تحكم وفي غياب حريات في نفس الوقت. يعني أنا أريد أن أصيغك بشكل، طيب أنا لا أريد أن يتعلم ابني لغة معينة أو أريد أن يدرس بلغة معينة، أنت لماذا تحرمني هذا الحق؟
وتريد أن تجبرني بلغة، تقول لي والله هذه لغة الأم. 6 7 سنوات الطفل في لغة ما تتجاوز تقريبا 4 5 كيلومتر في منطقته، لا إذا ذهب إلى إقليم آخر في إريتريا لن تفيده. فعلى كل السياسات للأسف الشديد كثير منها ليس أكاديمي وعلمي بحت ولا علاقة له بالمعارف بقدر ما له علاقة بالموقف السياسي العام الذي تريده ربما الدولة أكثر مما يريده المواطن البسيط. في مثل هذه الأوضاع على كل أنا في تقديري ليس أمام الناس على الأقل إلا أنه والله تكون حالة من الاهتمام المحلي بقضية التعليم. إذا كان هنالك قصور مثلا من الدولة في جانب من الجوانب كما هو الآن عرض التقرير بأن هنالك مثلا جوانب المياه، هنالك جوانب الكهرباء، هنالك موضوع التقنية والتكنولوجيا، أنا في رأيي الآن زي دنكاليا مثلا يفترض كلها شعبيا كده تدخل فيها مسألة اللي هو الطاقة الشمسية. يعني أنت لا تنتظر أنه والله إلى أن لا. وفي يعني في مجال أنا حسب معرفتي خليك منها في كثير من الخلاوي القرآنية اعتمدت الآن نظام الطاقة الشمسية لأنه الكهرباء إلى الآن ما واصلة لكل المناطق ولا كل الأقاليم. فأنت بعد 30 سنة لازلت شيخ برهان تتكلم عن الماء النظيف ووصول الماء للناس ووصول الكهرباء للناس ووصول الطرق أيضا للناس الطرق. فلسه أنت أمام إشكال كبير جدا في هذا الجانب. لكن نحن بدل أن نبكي كما يقولون نبكي في الظلام علينا أن نوقد شمعة ونحاول على الأقل أن نقول والله يا أخي بإمكاننا أن نفعل شيء. ما الذي يمكن أن نفعله؟ خلينا والله كأهالي وكآباء وكأولياء أمور نطور مدارسنا، نهتم بالمعلمين بحيث إذا كان والله في إشكالات في التعليم وفي ما يتعلق بالتحفيز حول الطرق. أنا أعتقد لكل مدرسة بطبيعة الحال سيكون هنالك مجلس آباء وسيكون هنالك إدارة أهلية على كل لها وجود. يمكن لهذه الإدارات على كل من خلال تعاون تجارها في الداخل ومن خلال كذلك أبنائها في الخارج يمكن أن تطور العملية التعليمية. إذا لم نحاول شيخ برهان أن نسعى إلى تغطية الفراغات التي تحدث من خلال أولويات الدولة وتراتبها، الآن أولويات الدولة ليست في يدك، أولويات الدولة في يد القيادة السياسية التي تحدد. أنت عندك أولوياتك المحلية في إطار ما هو على كل مسموح ومتاح. يفترض الناس حقيقة أن تقوي وتعزز من تعليم أبنائها. في دقيقة واحدة واجبنا تجاه المعلم. على كل موضوع المعلم الآن ليس أمامنا إلا أن نعزز صموده ونعزز تعاوننا معه ونعزز كذلك تشجيعه في أن يبقى وتشجيعه في أن يتطور. لأنه حقيقة هؤلاء المعلمين كثير منهم وحسب متابعاتي أعرف بعضهم خلاص لما تمل به الحالة ويكون ما شاء الله أخذ فترة في المدرسة، لكن بعد فترة احتياجات الحياة وطبيعة التزاماته سيدخل في الزواج سيدخل في كذا حيكون عنده حاجة. أنا أقول هؤلاء المعلمين إذا لم يتم الالتفات إليهم محليا هنا الآن لا، إذا كان والله حلت مسألة رسميا فبها ونعمت، ما حلت رسميا يجب على أولياء الأمور ومواطني كل منطقة ألا يفرطوا في هؤلاء المعلمين، لأنهم حقيقة هم الذين يقومون بصناعة الأجيال ويعلمون أبناءنا ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. مشاهدي الأكارم، كنا في حلقة ماتعة حول المعلمين وجهودهم في إريتريا وحول التعليم الأساسي والثانوي والعالي، وما زلنا حقيقة في هذا الموضوع لم نعطيه حقه. ونحن حقيقة يعني نمر بأزمات سياسية تأثر منها التعليم في إريتريا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح الأحوال والحال في إريتريا. وأيضا نرجو هذه التوجيهات التي سمعناها من الشيخ حسن سلمان أن تكون إن شاء الله يعني في محل اعتبار والعمل بها، فإن التعليم هو الذي يرفع الأمم. أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على متابعة هذه الحلقة، والشكر موصول شيخنا دكتور حسن سلمان. أسأل الله تعالى أن تكونوا على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من أجل